يا هلا والله ليكوا واحد فيديو النهارده هيكون عن حبيب القلب يا نانو. يا حبيب قلبي يا نانو، لكن محدش واخد باله. وفي حاجه تانية قبل ما نبدا الفيديو عايزين نتكلم فيها. طبعا انتوا صيد من يعرف ان الدل على الخير كفاعل. جاي النهارده بشارككم لحاجه مهمه. مبادره ايدينا في ايدين بعض اتحولت لجمعيه وبقت مغطيه جميع انحاء الجمهوريه ال 26 محافظه، وده الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى ثم اهل الخير ورئيس مجلس الاداره المحترم اللي بيعرفوا يوظفوا كل حاجه في مكانها ويبعتوها للي محتاجها بجد، سواء كان تجهيزا للعيد اللي فات او رمضان اللي فات. فانت هنا لو تقدر ان انت تساعد حتى لو بمبلغ بسيط على فودافون كاش او انستا باي، بحيث ان انت لو عايز تصدق او عايز تتبرع لاعمال خيريه وخايف ان الحاجه دي ما توصلش لحد يكون محتاجها بجد، فعليك هنا وعلى جمعيه ايدينا في ايدين بعض. بيساعدوا كل واحد محتاج وبالدليل القاطع عندهم. دايما بيصوروا كل حاجه وبيعرضوها على الصفحه، ودي صفحاتهم اللي موجوده على السوشيال ميديا. يعني لو انت حابب تتابعها وحابب ان انت تعمل الخير او تقدم دعم بسيط ليهم حتى لو مبلغ رمزي، وعايز تتاكد ان الحاجه دي بالفعل بتروح ولا مجرد كلام وبياخدوا الفلوس دي، فتقدر تطمن وتشوف بعينك ان الحاجه دي بتروح لصاحب نصيبها اللي محتاجها بالفعل. فدي بس دقيقه معلش طولت عليكم فيها، بس كان لازم اقولها. لو بايدك ان انت تدعم فادعم بدون تردد، ربنا هيجعله في ميزان حسناتك. وخلينا نكمل في فيديوهاتنا. يا حبيب قلبي يا نانو، سمباتيك ظابط حاله حبنا كله دياله وما فيش كان وماني، لو جالي منه قاله اروح لنا تحت الشاطئ. لبعضه الجو يا جماعة حر صهد نار جمرة القيس. جمرة القيس، كلمت دكتوري الصبح نصحني نصيحة مهمة جدا، قال لي ياسمين خلي بالك والجو حر جدا، القشطة بتسيح في الحر. ده بيتغزل فيك يعني؟ القشطة بتسيح في الحر. اكفر كفره هسه يقول ليش تكفر؟ اكره ما عليا البني ادم اللي يقعد يتغزل في نفسه او يقعد يشوف نفسه ان هو حلو وجميل. انا اقول عليك حلو وجميل، انت ما تقولش على نفسك. كلمها وقال لها يا ياسمين القشطه بتسيح في الحر والبيب بيمشش اللي بعضه. انت بتودي فلوسك فين؟ جايبه عته وعبط وملوناهم وحطاهم في بتاع وحط سمك دي ولا ايه؟ انا مش عارف. حط سمك ده. البنات دي اكتر حد تعرف تعمل عليه مصالح في الدنيا بجد. بتقدر تبيع لهم الهوا حرفيا في ازايز، حبه ضوافر، حبه بودره ملونه. انا عايز اخش في حاجه استثماريه للبنات كشركه مكياج او كاي حاجه من الحاجات الهبله ديت، وهتتباع هوا. يعني البنات ما بيقعدش في ايديهم قرش اصلا بسبب العته اللي هم بيجيبوه ده. بجد. اللي بعده رحت تطلب وانت عندك رهاب اجتماعي. لو سمحت. ايوه في شهوة؟ ايش؟ شهوة. ايش شهوه؟ شاي وقهوة. يا نهار ابيض، ده انت هتتفهمي بنيه شمال خالص. عارفه انت لو في مصر كان زمانك ما طلعتيش من المحل. اللي بعده البت الممرضة دي جامدة قوي. جامدة قوي. انت والله. شايفين الرجاله يا جدعان حتى وهو بيموت يا جدع بص نيته فين. عرفتوا ليه انا ضد ان الواحده تشتغل؟ لان عيون الراجل في كل مكان ما بتسيبهاش في حالها. يعني بص اهي دي ممرضه، واحد تعبان بقى نقول ملاك الرحمه وبتاع، عينه راشقه فين. عرفتوا ليه انا ضد الشغل للمراه؟ وعرفتوا ليه اصلا ان الرسول عليه الصلاه والسلام وصى ان الواحده تبقى في بيتها حتى في صلاتها يا جدع، ما تروحش الجامع، تفضل في البيت. ليه؟ عشان حتى تحركاتها فيها شهوه. معروف ان الرجاله فاهمين بالي. اللي بعده بص يا عم، الديناصور زمان كان صوته عامل هو دمها خفيف بقى. اتجوزها دمها خفيف قوي، مش شايفني انا هموت من الضحك. استغفر الله العلي العظيم يا رب. اللي بعده ده هنا فجأة اكتشف ان هو متجوز. ايه لازمة الدبلة بقى؟ هيديها هي الكوباية تشيلها. يلا روحي دخلها جوه. الجارية اللي جابوها. في كتير من الرجاله على فكره بيكونوا كده، اللي هو ايه يعني البني ادم وهو عايش الاول اعزب، انا باكل لوحدي، بعمل شاي لنفسي، قهوه لنفسي، كل حاجه لنفسي. لكن بعد الجواز الموضوع بيختلف بقى، اللي هو ايه انت اعملي بقى وانا بقى قاعد حاطط ايدي كده، قوم انت اشتغلي يلا يا بنت. اللي بعده نفسي حد يقول لي يا كوتي اتضايق يلعب في خدودي. شايفين ده يا جدعان؟ ده نفسه حد يشخر له حتى. مسكين الراجل احساسه بالوحده بيزيد. وحاسس ان انا نصين جوايا، انا شخصين، واحد جاني اذاني اناني، واحد قلبه حزين، واحد خان ايامنا، واحد وحشه كلامنا، غلطان عارف. طب بص انا مش اسف وبلاش بس خصام. اللي بعده املي الكنبه يا بت. امال جابولك الكنبه الكبيره ليه؟ عشان تمليها
تاخد راحتك، املي الكنبه يا بت، تبقى مقلبظه يا بت كلابيزو، انما تبقى زي السجاره الفرط الكليوباترا. املي الكنبه يا بت. اسمعي كلامها اللي بعده. يا احلى منهم يا فرقه ده مصري وتركيا، ربنا يوفقهم. عقبالي انا واللي ببالي. بطل جوه قلبي تعالى نعيش سوا. اللي بعده. هل المنتخب بتاعنا يلعب سكسي فوتبول هناك ولا يكون عنده تحفظ؟ لا يكون عنده تحفظ ونكسب بقى، بلاش ولا سكسي فوتبول ولا سكسي حاجات ثانيه، خلينا ايه عشان نكسب، مش عشان يعني بلد الحريه. لا بقول لك ايه، انت فاكرنا ايه عشان رحنا امريكا نلعب سكس فوتبول؟ قسما بالله حزب. مش عايزين نجاسه، كفايه اللي احنا شفناه في المونديال. منورين يا طاهرين. ماشي بس احنا رايحين مده مؤقته وراجعين، مش هناخد سكسي فوتبول. لا احنا نلعب فوتبول بس. يا جدعان، سكس فوتبول دي بالمناسبه الامريكان بيقولوها على كره القدم الامريكيه لما اللعبه تكون جميله يعني، او الفريق يلعب كره حلوه ممتعه يعني، فمن بالي مش حاجه وحشه، بس احنا كشعب زي البستاشيو كده اللي هو ما يخشش بيتنا. اموت انا على الشعب ده. اللي بعده. محمد هو في زي محمد؟ لا محمد يا ريتكوا زي محمد. يا ريت مفيش زي محمد والله. انا هقول كلام انا بقى عشان انا بقى خلاص بصراحه يعني. اللي بعده. امي بتسلم عليكم، تحكي لكم ليش اشكالكم زي القمر. شكرا لك يا خالتي، الله يسعدك يا رب، هذا من ذوقك يا رب. بتقول لها اشكالكم زي الخرا، ويقول لها لا اشكالكم زي القمر. انت محترم. اللي بعده. اوعى تكون بتعرفها كل حاجه. اللي بعده. طب حققت كام في المية من أحلامك؟ ما عنديش احلام خالص ولا طموح؟ ولا اي حاجه ولا حته اوصل لها. انا هروح فين؟ تروح فين؟ تركب لها مواصله. اللي بعده. يا أخي ده أنا أبقى كلبة لو قلت لك بحبك تاني. طب بحبك. هو وانا كمان. اللي بعده. فوت على الواد الهاج وما تفوتش على الواد الساكت. يا ما تحت السواهي دواهي. دوس على الواد الهرهوري وما تدوسش على الواد السكوتي. الواد السكوتي؟ لا يا شيخه. اللي بعده. البت رغم انها دبه بس عندها لياقه جبروت بصراحه، هي مش بالجسم. اللي بعده. يجي يقول لك نووي ومش نووي، ده احنا الشعب الوحيد اللي على مستوى العالم بيجرب الانبوبه بالولاعه، لو اشتغلت اهو خير وبركه، ولو انفجرت فينا تبقى عايزه جلده. نووي ايه اللي نخاف منه؟ ده احنا اللي اخترعنا النووي. معربينها مش عارف ليه. انتوا هتعيشوا كام مره يا جدعان؟ هي حته مره، عيشوها اللي على مزاجكم طالما ما بتغضبش ربنا. فاهم بالي. اللي بعده. حرام عليكم حرام عليكم، سيبوني عيش فينه، بطلوا ضرب فيا. جدول الضرب ولا جدول الحصص؟ تن ترارارن تن تن. الصدق انت عارف حقيقي. الود انهي الفيديو بصراحه، بس لازم ارد على الاسئله. انا كنت اعمل لكم اسك من كام يوم وقلت لكم اللي عايز يسال سؤال يساله، فاحنا واخدينهم بس مغربشين على الاسامي والصور بتاعت الناس يعني، لان البنات مثلا تبقى باعته فاسمها يبقى موجود، صورتها تبقى موجوده، فما ينفعش. فشباب وبنات كله لغينا كله يعني. خلينا نخش على اول سؤال. انا امي بعيده عني بقالها 13 سنه، وسمعت كتير انها مش عايزه تشوفني، بس هي بتتصل بحد من العيله تطمن. انا مش عارفه هل اكلمها اسالها هي فعلا عايزاني ولا لا، مش عارفه اعمل ايه، ولو كلمتها مش هينفع اقول لبابا. مبدئيا كلميها واسمعي منها الكلام ده، ممكن يكون في حاجه مش واضحه. اصل لو هي مش عايزاك هتتصل ليه بحد من العيله عشان خاطر تطمن عليك؟ فكلميها. حتى لو دريتي على ابوك الموضوع ما بيكونش حرام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الام 3 مرات: امك ثم امك ثم امك. فكلميها. انا متابعك من وانا في اولى ثانوي، يا ريت كله يدعي لي، حتى انا ثالثه ثانوي حاليا، بحب اسمع نصايحك، الله يخليكي وشكرا ليك يا رب ويوفقك انت وجميع الطلاب. انا بابا منفصل عن ماما من قبل ما اتولد، وانا بحاول اتقرب منه، كل مره بيكرهني فيها بيخليني اقدم اني حاولت اكلمه، وقال لي قبل كده في وشي: انت محسوبه عليا في انك بنتي على الورق بس. انا حرفيا متدمره وبحاول قيام. هي فيها كماله ولا؟ وهو حاليا تعبان قوي، ممكن في اي لحظه يحصل له حاجه، وانا مش قادره اسامحه ومش عارف افتكر له حاجه واحده حلوه اعملها معاه. خليكي انت احسن، وروحي لو هو تعبان روحي زوريه وشوفيه، بس تكون الزياره خفيفه وترجعي، وحاولي تسامحيه، لان في الاول وفي الاخر ده والدك. فخليكي انت بار باهلك عشان ما تجيش تندمي، لان لو لا قدر الله حصل له حاجه وجي توفى مثلا هتندمي اشد الندم ان انت ما صالحتهوش او ان انت ما حاولتيش. انا عارف ان انت حاولتي قبل كده كذا مره، بس حاولي اخر مره عادي. وبالتوفيق. اعمل ايه عشان انجح في يوتيوب زي حبيبي من الغربيه واهل الغربيه الناس الطيبين المحترمين، بس انا مش ناجح في يوتيوب عشان تبقى فاهم حاجه. انا ممكن لو هديك نصيحه واحده
هي الاستمرار، وركز في الحاجه اللي انت بتحبها. ما ينفعش يوتيوب عشان خاطر انت شايف فلان بيعمل محتوى معين فبيحبه فاروح انا كمان منغمس فيه وخلاص، وانا اصلا ما عنديش شغف بيه، واعرف ان الموضوع هياخد معاك وقت رهيب. فاهم بالي؟ وربنا يوفقك يا رب. وخد قدوه افضل مني، ما تاخدنيش قدوه. انت قدوتك المسلم فقدوتك الرسول صلى الله عليه وسلم، انما انا بني ادم زيك عادي، فما تاخدنيش قدوه. ليش بتكره السعوديه؟ انا ما بكرهش اي بلد عربيه، كل البلدان العربيه اخوات وحبايب وكلنا واحد. كيف احساسك؟ الحمد لله تمام. انا بحبك قوي والله يعني دير السلة في قلبي. سمسم السبعاوي من المنصوريه من الجيزه، احسن ناس، لان انا من الجيزه برضه والقاهره، الشارع اللي ورايا القاهره، هنا انا في الجيزه، فاحنا اولاد حته واحده. فحبيبي يا سبعاوي، نزل ديت اول مره وخطيبتي والقران. ايه انت بتحلف ليه؟ طيب ماشي. مبدئيا لو هنيجي نتكلم على الموضوع سريعا كده، اولا لازم تكون مهتم بمظهرك. لو بتسيب دقنك حددها، شعر مناخيرك شيله، بلاش القرف اللي بيبقى نازل على الشنب وتقول اصل مش باين في الشنب، شكلك بيبقى قذر. تاني حاجه اغسل سنانك، لبانه كلوريكس مش حوار ب 2 جنيه، تحطها بقك، او اي حاجه نعناع تكون نعناع شديد مثلا تحطها في بقك عشان خاطر وانت بتتكلم، لان وانت بتتكلم في هواء بيخرج من بقك، فالبت هتنفصل على طول اول ما تبقى قاعده معاك مثلا، واول مره وانت بقى ريحه بقك ضارب بصل وفول وبتاع انت عامله ايه هتطلع تجري. وحاول في اول قعده ان انت تفتح كلام مش تحقيق، خليك لطيف، ابتسامتك على وشك مش اراجوز. ولو هتسالني في حته فتح كلام، فانت ممكن تفتح كلام في 100,000 حاجه عاديه، يعني في المكان، في الجو، في اي حاجه عاديه، وتخليها تتكلم عن نفسها، ما تفصلهاش. يعني انا عرفت 100,000 بت في حياتي، وكلمت البت الفلانيه وعملت وسويت، الحاجات دي ما بتتحكيش في اول ديت، فخليها هي تتكلم عن نفسها. وعشان تخليها تتكلم عن نفسها او تطول في ده، دايما قول لها ليه واشمعنى في بعض الكلام. عارف انت كانك بتتكلم مع فيلسوف كبير جدا وبتسمع منه المعلومات المهمه اللي هتغير حياتك 180 درجه. وخليك دمك خفيف على قد ما تقدر، مش اراجوز وبعيدها للمره الالف، لان بيقلب معاكم بحته اللي هو ها وضحك على طول على الفاضيه والمليانه، بتشوفك اراجوز ومالكش شخصيه. وحاجه كمان خليك هادي وهديها، لان هي بتبقى جايه متوتره جدا اكتر منك باضعاف. يعني عشان تبقى عارف حاجه، البنت بتبقى جايه متوتره اضعافك، وانت ده شيء طبيعي، الاثنين بيكونوا متوترين، بس خليك انت التوتر بتاعك يكون اهدى واقل، وتمتص التوتر دوت بابتسامه خفيفه. يعني فاهم بالي؟ وربنا يوفقك. ليه بتكره البنات المصريه وانت مصري؟ يعني بالعكس، انا ما بكرهش البنات المصريه، لان لو هكره البنات المصريه فانا هكره امي واختي، لان انا من عيله مصريه ابا عن جد. يعني انا مصري وابويا مصري وامي مصريه وعيله كلها مصريين في بعض، بل كمان عيلتنا كلها واخدين بعض، اللي هو يعني ده واخد ابن عمته وده واخد ابن خالته وده مش عارفه مين. فمين بالي؟ فالموضوع بالعكس، انا ما بكرهش البنت المصريه. انا مش عندي سؤال، بس عندي مشكله. ليه برغم اني حبيته واعترفت له بحبي اختار غيري وكل مره على ده الحال او على الحال ده؟ عشان ببساطه ما بيحبكيش، فعزي نفسك وخدي بعضك واتكلي على الله. والموضوع ما تساليش ليه، لان الحب والحاجات ديت يا جدعان بتبقى ارزاق من ربنا سبحانه وتعالى. فكون ان انا اكون اعترفت لحد والحد دوت هو مش قابلني، اتقبل ده واخد بعضي وامشي، وهتلاقي اللي يحبك وهتلاقي اللي تحبه، بس هي الموضوع بيبقى مساله وقت، وربنا يكون معاك. عندي 16 سنه وبحب واحده معايا في الدرس، خايف اقول لها لا، ما اعتقدش ان ده حب، ده حب مراهقه، وهتتعب جدا، لان البنات في السن ده 16 سنه وانت 16، فهي مش هتشوفك اصلا. ليه مش هتشوفك؟ لان البنات ما بتشوفش اللي في سنها، البنات دايما بتتجذب للي اكبر منها، خصوصا في السن ده. يعني عارف مثلا لو قلت لي انا عندي مثلا 26 وواحده حاجه و30، هقول لك عارف ليه؟ عشان عقليه البنت بتتغير، انما البنت من صغرها بتبقى شايفه الشنب والطول ومش عارفه مين، ده معايير الجمال بالنسبه لها، عشان لسه مخها صغير. فانت لو اعترفت لها غالبا هتقول لك لا، او هتمرمط نفسك في البدايه وانت لسه صغير قوي على الكلام ده. فما رجحش نفسك بشو اطلع بره مصر، ببعت لك كتير، ما انا برد اهو، بس ما فيش حاجه مكتوبه اصلا. بتشجع مين في كاس العالم غير مصر والاردن؟ انا نفسي اللي جيت للحق اللي ياخد كاس العالم هو كريستيانو رونالدو، عشان نكون واقعيين مع بعض. انا مخطوبه بقالي سنه دلوقتي وبتحرج منه ومش بعرف افتح كلام معاه، وده مش معاه بس، مع معظم الناس، وكلامه قليل جدا. اعمل ايه؟ مبدئيا حته ان انت ما تفتحيش كلام، فده بناء ان انت شخص منغلق او منغلق على نفسه، ما بيحبش ان هو يتكلم مع حد، ودي مش عيب بالنسبه للبنت، يعني دي مش حاجه تعيبك، بالعكس. وكلامك قليل جدا. حاولي دايما تكسر الرهبه اللي عندك. لو عندك خوف ان انا اتكلم مع حد، حاولي تكسر الرهبه دي بسؤال صغير، فلانه على حاجه معينه، ابدا اطلع انا الكلمه الاول، او انا اكون صاحبه الكلمه الاولى. فاهمه بالي؟ فحاولي ان انت لو تفتحي كلام معاه، ممكن تفتحي كلام في كوره، ممكن تفتحي كلام في يومك كان عامل ازاي، مثلا حصل 1 2 3 في الشغل، ده ليه حصل كده، هو متضايق فكوني على نفس المود بتاعه، هو فرحان وبيتكلم فكون على نفس الباور بتاعه. فما بالي؟ وهنا طبعا انا بشكر 693 سؤال ان انا ما ردتش على بقيه الاسئله، وبعتذر ان انا ما ردتش عليكم مره جايه باذن الله، واشوفكم على الفيديو الجاي. دمتم دايما في امان الله ورعايته. السلام عليكم.
فيديو جديد خلص بس الاكشن لسه شغال، يا عيلة محمد صبري رجالة في اي مجال. دوس لايك اشترك عشان الجاي زلزال، محمد صبري ده الدولة مفيش كلام يتقال. اشوف وشوشكم بخير، سلام يا ابطال. محمد صبري وحش الكون.